هناك اتصال من هولندا، من معنا؟ أم نسرين من هولندا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رجاء أقدر أكلم الشيخ؟ تفضلوا. نعم. والله شيخنا بصراحة أنا دا أتابع حلقاتك، يعني صار لي فترة طويلة. طيب. بس يعني صارت حيرة عندي من الأمر، يعني إذا أصدقك فأني يعني غبية لأن كنت غبية، وإذا ما صدقك فأني معاندة، فما أحب أصير لا غبية ولا معاندة. طيب ماذا ستصلحين؟ بصراحة أريد يعني توضيحات بعد أكثر وأكثر بعيني. يعني أنا دا أقرأ كتبكم هسه، وما معقولة إحنا يعني كنا أغبياء لهالدرجة، كل هذه الأمور مرت علينا وما نعرف بيها. فبصراحة يعني كل شيء أنا ناقمة على نفسي. فعندي بس سؤالين يا شيخنا. طيب. زينب أنا حسب قراءتي إلى زينب عليها السلام، طيب، يعني ليش مو من أهل البيت؟ طيب. ومن قال هذا تراب خيل معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. نعم. ليش ايش معنى عمر بن عبد العزيز؟ ليش مو غير خليفة؟ ليش مو عمر أو عثمان أو أبو بكر؟ طيب. رضي الله عنهم، أو أي واحد ثاني، ايش معنى اختار عمر بن عبد العزيز؟ طيب. فبصراحة شيخنا يعني أنا ما أعرف، ناقمة على نفسي، كل اللي دا سمعه دا أكتشف دين جديد، يعني حتى هويتي كنت أدقق بيها، أريد أشوف منو كتب لي أنا مسلمة. فشكرا جزيلا لكم يعني على هاي التوضيحات، وجزاكم الله خيرا. بارك الله جزيلا يا شيخ. بارك الله يحفظك أختي العزيزة. أهلا ومرحبا. إذا تسمحوا لي قبل أن أجيب ندخل إلى المداخلة أجيب الأخت. تفضل. فيما يتعلق بأنه لماذا ليست زينب، باعتبار أنه أختي العزيزة نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أخذ في كسائه من؟ هؤلاء. أخذ في كسائه هؤلاء الأربعة، ولو أراد رسول الله أن يأخذ غيرهم من زينب أو من نسائه وزوجاته، من أم سلمة أو عائشة أم المؤمنين أو سلمة أم المؤمنين، لكان فعل ذلك، ولكن لم يفعل. ونحن تابعون للسنة النبوية ولفعل رسول الله، ورسول الله جمع هؤلاء تحت الكساء فقالها اللهم هؤلاء أهل بيتي. وإلا زينب أيضا من أهل البيت، زينب أيضا من العترة. ولذا أنا قلت لك بأنه أساسا عنوان أهل البيت له استعمالات متعددة. احنا الآن لسنا ندور في عنوان أهل البيت لغة، نقول مرادنا من أهل البيت في حديث الثقلين هم من؟ هؤلاء، أو آية التطهير، هذه القضية. أحسن. أما القضية الثانية وهي أنه لماذا اقتصروا على عمر بن عبد العزيز، باعتبار أنه يريدون أن يقولوا عمر بن عبد العزيز باعتبار أن النهج الأموي يعتقد أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد الخامس. نعم. يعني يجعله في عدل عثمان وأبو بكر وعمر، هذه الطبقة. نعم. هم يجعلونه. نعم. فيريدون أن يقولون أن ترابا لحق بأنف جواد معاوية أفضل من عمر. هسه أنا لا أعلم لماذا أنهم لم يقولوا ذلك في العشرة المبشرة في الجنة، قالوها في من؟ نعم. في معاوية. ولأنه منع شتم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. هذا جزاء ماذا؟ جزاء لعنه. نعم. أما أختي العزيزة تقولين بأنه أنت حائرة وأنه لا أنت غبية ولا معاندة. أنت تجدين أختي العزيزة أنا لم أنقل رواية واحدة من مصادرنا، وإنما كل ما نقلته ماذا؟ وواقعا أدعوك إلى التأمل، إلى الدقة، إلى معرفة الحقيقة. والله أقسم لك لا أريد منك أن تكوني شيعية، ولا أريد منك أن تتركي مذهب أبدا، وإنما أريد أن يتضح لك ولكثير ولملايين المسلمين في العالم أن هذه الفضائيات التي هي واقعا فضائيات التدليس، فضائيات الكذب، عندما تكذب على شيعة أهل البيت. أنا في هذا اليوم كنت أنظر إلى بعض الفضائيات، يأتي أحد منهم وواقعا ما أدري ماذا أعبر، لباس وأنه أهل العلم وأنه عالم وأنه علامة، ويسأل عن الحسينيات ومساجد الشيعة يقول بأنها مسجد ضرار لأنها كلها بدع وضلالات. يا أخي كفاكم تدليسا، كفاكم كذبا، كفاكم حقارة، كفاكم حمقا. هذه حقائق مدرسة أهل البيت في كتبكم، وإلا أنا ما جئت بشيء من عندي، هذه كتبكم تنطق. نعم أنتم أخفيتم الحقيقة،
على المسلمين في العالم، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقت أن بينت هذه الحقائق للمسلمين في العالم.